سؤال بس والله، ليه كمية الهيصة اللي بنشوفها من الشعب المصري على السوشيال ميديا بعد كل ماتش الأهلي والزمالك؟ ايه كمية البوستات والفيديوهات والتحفيل اللي بنشوفه على السوشيال ميديا ده؟ ليه الواحد كل ما يفتح حاجة اهلي وزمالك وماتش وفلان ايه يا جماعة؟ في ايه؟ انت حبيبي اصلا انت ناسبين نفسكم ليه للاهلي وللزمالك؟ قاعد يقول لك انتوا خدتوا الكاس، احنا خدنا الدوري، احنا خدنا ابطال افريقيا، انتوا خدتوا. انت حبيبي بتاخد ايه يا حبيبي؟ اللي بياخد المصلحه كلها اللعيبه ومجلس الاداره والنادي. انت مش هتاخد غير حرقه الدم عشان خاطر انت بني ادم وفي، عشان خاطر عندك احساس بالنقص في اللعبه فبتعوضه في التشجيع. لان حرفت الكوره كلهم شايفين ان بقى لها 10 15 سنه ما فيش كوره في مصر، من بعد جيل بركات وتريكا والناس دي كلها على مستوى النوادي كلها. مصر ما فيهاش كوره وما فيش نوادي بتطلع لعيب كوره موهوب، ما فيش الكلام ده يا باشا. الكوره دلوقتي بقت للي معاه فلوس بيلعب، مش للموهوب الحريف اللي بيلعب. موهوبين دلوقتي كلهم في سوق الخضار راكبين تكاتك وبتاع والكلام ده كله. مفيش حريفه دلوقتي، الدوري المصري مفيهوش حريفه، في ناس معاها فلوس بتلعب بفلوسها، واللي مودي عياله واللي مودي هنا ولا هنا. اسال قسما بالله العظيم نوادي مدربين بتوعها ما بيلعبوا العيال الا لما يجيب له تليفون ولا يديله فلوس ولا يديله اي حاجه، غير كده هيقعدوا على الدك. الكوره بايظه حبيبي انت هو في مصر، فبقى مش مستاهل الله يبارك لكم المشاعر الفياضه دي كلها. يعني معلش، شفت بصها ازاي؟ شفت عملها ازاي؟ شوف والله العظيم ما في كوره اصلا. الماتش بتاع امبارح ده كان فيه كوره؟ ده انا شفت الشوط الثاني عبد الله السعيد ما خدتش بالي منه انه موجود في الماتش اللي هو بيشوط ضربه الجزاء. يا جماعه في ايه بس؟ يعني مش كده يعني. يا بلاش الله يبارك لكم كميه الهيصه دي، وندي للحاجه اكبر من حجمها عشان خاطر اللي احنا فيه ده كله، عشان احنا برضه بندي الحاجه اكبر من حجمها. حبوا بيكا وشاكوش والناس تلعب برضه عشان احنا برضه يعني هو ذوق وحاجه وفيها لمسات فنيه بس مش حريق، بس مش لمسه فنيه عاليه قوي. بلاش ندي الحاجه الصغيره قد كده نطلعها كده ونعمل لها قيمه. الله يبارك لكم. بلاش بس العيال اللي عماله ناسبه نفسها اللي قالوا زي خف حبيبي انت واقف مشاعرك المبالغ فيها دي عشان خاطر، والناس اللي ضغطها بيعلى وضغطها بيوطى وسكرها بيعلى شاف فرقتها خسرت. يعني مش كده يعني، مش كده. الله يبارك لكم. ده يعني كفايه الاوضاع اللي احنا عايشين فيها، وكفايه اللي في فلسطين، وكفايه اللي بيحصل هنا واللي بيحصل هنا، وكفايه الاوضاع اللي احنا عايشين فيها. مش مستاهله الله يبارك لكم. ده الواحد هيطلع من هدوم